السلام عليكم. عقوبة رابطة الأندية لجماهير النادي الأهلي والبعض الجماهير الأخرى حاجة عادية، من حقكم، مفيش مشكلة. طالما سبوا أو قالوا كلام وحش حقكم إنكم تتكلموا، بس دي كرة قدم، وارد إن يحصل مشادات في الملعب، وارد إن يحصل شتيمة، رد فعل عن أي لاعب عمل حاجة جوه الملعب. والناس اللي عمالة تتهم جماهير الأهلي إن إحنا شتمنا شيكابالا، أو جماهير الأهلي اللي كانت في المدرجات في مباراة فاركو بيقولوا إن إحنا شتمنا شيكابالا. طب هو إحنا بنلعب الزمالك عشان نشتم شيكابالا من غير سبب كده يعني؟ وبالمناسبة يعني شيكابالا جماهير الأهلي ما بتشتموش غير لما يكون عمل حاجة داخل الملعب تضايق الجمهور، بس بيجي يستفزهم فبيشتموه. فين شيكابالا امبارح في الماتش؟ مفيش شيكابالا خالص. لكن لو رجعت للهتافات قلت لك يا ابن الحلال اكتب سكريبت بالله عليك. الترند اللي عايزين يعملوه ان جماهير الاهلي شتمت شيكابالا. طب انتوا ناسين ان جون فاركو اسمه شيكا؟ ولا هي اي كلام بتاخدوه خلاص؟ انا قلت لك اكتب سكريبت، اكتب سكريبت وتعلم بقى من اخطائك، عشان كتير قوي اللي انت عمال تعمله ده هري على الفاضي. نيجي للمهم بقى. رابطه الانديه بتغرم جماهير النادي الاهلي وجماهير الاتحاد وجماهير الاسماعيلي بسبب السباب الجماعي في المباريات الاخيره. وخلينا بقى نتكلم من جانب النادي الاهلي، من جانب نادينا. الاهلي بيتغرم 20000 جنيه، ليه؟ مش عارف. وكمان حرمان 3000 مشجع في المباراتين الجايين، مش عارف ليه برضه. عادي، الموضوع عادي بالنسبه لهم ان هم يشتتوا النادي الاهلي في اي حاجه. وده اللي بنقوله للجمهور: يا جدعان بلاش تسبوا حد، بلاش تشتموا حد. احنا ما بنصدق الاستاد يتفتح والمدرجات تتفتح، والتشجيع من المدرجات امتع وافضل بكتير من انك تحرم نفسك وتشتم لاعب جوه الملعب. خليه يعمل اللي هو عايزه، ما تقلش ادبك عليه ولا تشتمه. اي نعم انا عارف الموضوع، وكنت في المدرجات بستفز من الحاجات اللي بيعملوها اللعيبه وببقى عايز اكله، بس دلوقتي غير زمان. زمان كانت الدنيا مفتوحه، دلوقتي مقفلينها عليك من كل ناحيه كاهلاوي، وعلى النادي الاهلي مقفلينها عليه من كل ناحيه. فحاول انك تحافظ على المدرجات اكتر من كده بكتير. هم مستنيين لك غلطه في اي ماتش في كل وقت، و200 مليون عين بتراقبك. احذر. تعال بقى نشوف بقى البيان الرسمي بتاع رابطه الانديه، بس انا هقرا من بعيد عشان مش حافظه طبعا يعني. كان شغلنا الشاغل لرابطة الأندية المصرية المحترفة منذ اليوم الأول لها هو عودة الجماهير والحفاظ على تواجدها ودعمها وتوفير كل مقومات التشجيع المثالي لها والحفاظ على الروح الرياضية في مدرجات ملاعب كرة القدم. فأن الرابطة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه الأهداف السابق ذكرها، مستمدة قوتها من دعم الأندية ورغبتها هي الأخرى في محاربة كل مظاهر الخروج عن المألوف في ملاعبنا. وبالإشارة إلى عقوبة رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض الجماهير النادي الأهلي ونادي الاتحاد ونادي الإسماعيلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي، في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر هو الحرمان من حضور المباريات الدوري حتى نهاية الموسم، بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه. ولذلك سيتم حرمانهم من الحضور نهائيا حتى انتهاء الموسم القروي الحالي. يعني ما تدوش فرصة لأي حد. انتوا خليتوا كده ايه، اللي ملوش فيه بقى يعمل راجل علينا، يعني اللي مش فاهم حاجه في البلوزه بقى عامل راجل علينا، وما صدقنا المدرجات اتفتحت. ليه تديهم فرصه ان هم يبوظوا متعتنا ويضيعوا متعتنا؟ مين شيكا اللي شتمتوه ده اصلا؟ حارس مغمور محدش يعرفه. بسببه وبسبب التعصب اللي انت اتعصبته كان ممكن تمسك لسانك نكمل عادي بالجماهير وعادي. بس سبحان الله، رابطه الانديه ما بتشتغلش غير للنادي الاهلي بس، وراحوا حطوا معانا ناديين كده المره دي عشان الكلام يبقى مسبوك ومش يبقى الاهلي بس يعني. مع ان جماهير الزمالك بتعمل اكتر من كده بكتير ومحدش يقدر ولا لا. بس صح، ده حزومي جوه الاتحاد، مين يعاقبهم؟ عندهم ظهر جوه، ظهر كبير كمان جوه اتحاد الكوره. مجلس ابو ظبي الرياضي اعلن عن تذاكر مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك في 4 ساعات بس. جماهير الاهلي خلصت كل التذاكر، فده حاجه بتوضح للجماهير اللي هنا في مصر. انا متعاطف معاك على فكره، متعاطف معاك وعارف ان الموضوع ده بيضايق قوي في المدرجات، لما لاعب يستفزك او يعمل حاجه بيخليك تتضايق، بس صدقني لازم المدرجات تبقى فيها جمهور، مش هينفع من غير جمهور. يعني في ابو ظبي هو 4 ساعات التذاكر خلصت 15000 تذكره لكل نادي، جماهير النادي الاهلي اكتسحتها. فمعروفين احنا الهتافات والتشجيع والدخلات الحلوه بلاش نبوظها عشان عيل ملوش لازمه. مين شيكا ده؟ مين شيكا ده؟ ولا مين اصلا شيكابالا ده اصلا عشان اضيع فرحتي عشانه؟ يا جدعان اصحى فوق، ما تخليش حد يشتتك. كلهم عايزين يشتتوا جماهير النادي الاهلي وناديك والاداره وكل حته، والايام دي بالذات هيبقوا عايزين يشتتوا النادي الاهلي عن طريقك انت كمشجع في المدرجات. اصحى فوق لا يغفلونا. اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.